ما زلت مصمم ان الراجل ده يجددك من الكرة اللي فيها. اقسم بالله يجددك من الكرة اللي فيها. بس الراجل بيقول لك انا بكسب، وطالما انت بتكسب يبقى تمام، يبقى الدنيا حلوه معاه. الراجل بينسيك كل معاني الكوره اصلا الراجل ده، اقسم بالله. بس اكبر مصلحه من الراجل الراجل ده. ايوه هو الراجل ده مفيش كوره، ما عندوش كوره بربع جنيه. رجل الزمالك خبطت في بعضيها اول ما حسوا بس ان الفرقه بتاعت الاهلي ابتدت ترجع، وبالتالي ابتدوا يعملوا كده. اتعادلوا مع الجونه، وبعدين كسبتهم انت، وبعدين النهارده تعادلوا مع غزل المحله. غزل المحله كانت باينه اساسا، يعني هو مش هيلعب كوره. غزل المحله كده كده ما بيلعبش كوره. غزل المحله ما بيلعبش كوره. بس اكتر حاجه تغضضك علاء عبعال. اقسم بالله ينسيك الكوره. شوف هي مصلحه ليا وكل حاجه، بس علاء عبعال ده ينسيك الكوره باللي فيها. المدرب بتاع الفرقه بتاعت الزمالك عامل زي المرحوم اللي كان عندنا اللي هو سيد هموش. عايز مرتبه ومخده وينام، يفرش وينام. هو ما عندوش غير كده. ناقص بس ايه؟ يعني ما حدش يخبط عليه عشان ما حدش يصحيه. ده مش عايز حد يصحيه من النوم عشان ده تايه. ده تايه في ملكوت الله، اقسم بالله تايه. فالراجل ده لو فضل في الزمالك ان شاء الله باذن الله هيصفي في المركز ال 17 كبيره. الزمالك هيصفي في المركز ال 17 ده يوم ما يقول لك انا صفيت. فالفرقه دي بالمدرب ده اكبر مصلحه لينا. فقبل اي حاجه عايز اقولها لك مبروك، الف مبروك على التعادل يا حبيب قلبي. ايه ده؟ انت كده كده الدوري لسه طويل، ولسه هتخسر وتخسر وتخسر، ونشوف مين فينا اللي كان في المركز ال 16 وبقى دلوقتي في المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث، وهتبتدي ترجع لمركزك الحقيقي. مركزك الحقيقي اللي هو رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. ده ان كان يعني ان لسه بيراميدز لازم مطوشه مؤجله ولسه ما لعبش، عشان ما فيش منافسين للقاره كلها لينا احنا. انت لازم ترجع وتعرف مركزك الحقيقي. مركزك الحقيقي انك تنزل مع الناس تلعب في المنطقه الدافيه، وان شاء الله باذن الله تفنش في المركز الثامن المركز التاسع ان شاء الله باذن الله.